بيبدأ المسلسل مع شخص راجع من شغله يبان ظاهريا إنه شخص عادي، بس ساعتها في واحد راسم وشوم على إيده بتدل إنه من عصابة خطيرة بيرمي سجارته على بطلنا كيم، بس بطلنا بيتجاهلها وبيكمل في طريقه. فالحركة دي بتعصب الراجل منه وبيجري وراه بالعربية وبيخبطوا بيها، فكيم بيكمل في طريقه عادي برضه عمال يقول اللهم اغزيك يا شيطان. فالراجل بيتعصب أكتر من بروده وبيقوله أنت ليه ما جيتش ليا علشان أسامحك إن عربيتي خبطتك، بس كيم ما بيردش على كلامه وبيقوله إن دراعه اللي اتخبط كويس. فالراجل بيقوله أنت مجنون يالا، أنت بترد عليا، أنت عايز تموت ولا إيه؟ فكيم بيعتذر له، بس راجل العصابة بيضربه بنية على وشه وبيمشي. بنلاحظ إن في واحد جارهم شاف الخناقة بس خاف إنه يتدخل. وتاني يوم في أوضة بطلنا بتكون صور بنته جي مغرقة الأوضة كلها، وساعتها بيرن المنبه فبيقوم بطلنا يجهز الفطار وبيجهز بعدها لبس بنته وبيروح يصحيها علشان المدرسة. وبيبان قد ايه هو بيحبها، ولما بتخرج جي من البيت بيجري وراها جارهم اللي شاف الخناقة وبيسألها عن والدها، بس هو لما بيلاحظ انها مش عارفة حاجة بيغير كلامه علشان ما تقلقش. وبنعرف انهم مش مستقرين في مكان واحد وكل شوية بيتنقلوا، بس جي بيكون في واحد في مدرستها معجبة بيه، واول ما بتشوفه في الباص بتطلع وبتفضل طول الطريق تبصله، وبيكون ده الكراش بتاعها نام. وفي نفس الوقت بيوصل كيم للبنك اللي شغال فيه، وبيكون معروف هناك انه اول واحد بيوصل، وبيكون كيم قاعد يفكر في الخناقة بتاعت امبارح وبيدور على ادوات للدفاع عن النفس. ساعتها بتيجي زميلته سانج وبتلاحظ هو بيدور على ايه، فبتهزر معاه وبتقول له انت جايبه عشان تضرب المدير كانج بتاعنا ولا ايه. فهو بيضحك على كلامها وبيقول لها لا، وبيعرفها انه عاوز يشتري لبنته في عيد ميلادها اداة تدافع بيها عن نفسها. فهي بتستغرب الهدية الغريبة دي وتقول له يسألها احسن هي عايزة ايه. فهو بيعرفها ان الفترة الأخيرة بتتجنبه وبيقول لها ان والدتها لو كانت موجودة كان كل حاجة زمانها اسهل دلوقتي. فهو بيصعب عليها وبتقول له انهم يروحوا مع بعض المحل يجيبوا لها هدية بعد الشغل. وفي المدرسة بتيجي صاحبة جين المفضلة وهي ريونج، وبتكون عاوزة تستلف منها لبس الرياضة بتاعها، وبعد ما بتمشي بتيجي كذا بنت وبيرخموا عليها بس هي ما بتردش عليهم. وبتكون زعيمة البنات دي واحدة اسمها ري، وقتها بيخش ينام وبياخد ري بره معاه، وبيبان ان الكل معجب بيه مش بس جي، بس بنلاحظ ان هو خارج بيكون باصص على جي. ووقت الفسحة بتكون جي في الحمام، بس بتيجي ري هي واصحابها وبيرخموا عليها كالعادة وبيشتموا بطلنا انه راجل عجوز ارمل وبيضربوا جي على راسها. اما كيم فبيروح بعد الشغل مع سانج عشان يختار هدية لبنته، وعلى الرغم ان كيم بيكون تاهي ومش عارف يجيب ايه، بس بيلاقي ان سانج اشترت هدية غالية قوي، فبيروح علشان يرجعها، بس هي بتقنعه ان دي الطريقة الوحيدة علشان بنته ترضى عنه. فهو بيكون متردد بس بيمشي وراه في الاخر وبيشتري الهدية، وبيكون متحمس انه يشوف رد فعل بنته. وبيروح على البيت وبتكون جي بتغسل هدومها، فبيعين الهدية لحد ما يجي عيد ميلادها. فهو بيلاحظ ان مودها مش احسن حاجه، فهي بتقوله ما يغسلش هدومه معاها بعد كده، وده بسبب ان البنات في المدرسه بيقولوا عليها ان ريحتها عامله زي ريحه رجل عجوز. فهو بيزعل منها وبيمشي. وبتخش جي اوضتها وبتفتح اكاونت ري وبتشوف قد ايه هي حياتها سعيده على عكسها، وبتخش بعد كده على اكاونت لام الكراش وبتحط لايك بالغلط. فهو بيبعت لها رساله وبيقول لها انت مين، فهي بتقفل الموبايل بسرعه ومش بترد عليه، وبتكون محرجه من اللي هي عملته. ولما بتخرج من اوضتها بتلاقي والدها نايم على نفسه، وبتكون ندمانه على اللي هي قالته ليه، وعلشان تصالحه بتغسل مكانه الاطباق. وتاني يوم في المدرسة بتكون جي عمالة تدور على لبسها الرياضي، وبتسأل صاحبتها عليه فبتقول لها انها سابته على مكتبها، بس لما بتروح تدور عليه مش بتلاقيه، وبتلاقيه في الاخر مرمي في الزبالة متبهدل. وبتعرف ان اللي اكيد عمل كده هي ريم شلتها. ولما خلاص بتكون فقدت الامل بتلاقي نام بيجي وبيديها اللبس بتاعه، فهي بتتصدم وبتفرح في نفس الوقت، بس بتطلع تجري عشان تلحق الصف بتاعها. وبيلاحظ الكل انها لابسه تيشيرت نام، وبتكون ريم مولعه ومش طايقه نفسها. وفي مكان تاني في نادي للتايكوندو بيكون في مدرب بيدرب أطفال صغيرة، بس شغلانته ما بتكونش عاجباه لأنه مش عارف هو في حضانة ولا في مركز رياضي. ولما بنروح على الشارع بنلاقي واحد على الله حكايته لابس لبس عسكري وبيحب يساعد الناس، بس بدل ما بيساعدهم بيسوحهم وهو مش واخد باله. وده بيكون بارك، وبنلاقيه بعد كده بيروح لمكانه وبيقفل على نفسه وبيتأكد ان مفيش حد كان بيراقبه، وبيقعد على الكمبيوتر وبيلبس سماعة، وطلع في الآخر بيلعب بابجي. بس بيجي مدرب التايكوندو وبيخبط عليه، ولما مش بيفتح بيكسر الباب، وشكل الراجل ده مش مجرد مدرب عادي. بس بارك بيتضايق من اللي عمله في الباب بتاعه، بس المدرب ما بيهتمش وبيقوله يجهز نفسه علشان هيتجمعوا مع كيم، وبيكون ده اليوم الوحيد اللي في السنة اللي بيتقابلوا فيه. بيروحوا بعد كده يتجمعوا في مطعم، وبنعرف ان كلهم مخلفين. ساعتها بيقول لهم بارك انهم ممكن يكونوا دلوقتي فشلة ومش نافعين على عكس حياتهم السابقة، بس بيعرفهم ان حياة الجديدة دي عاجباه. بس كيم بيكون عاوز يروح بدري لان جي لوحدها في البيت، فاصحابه بيقنعوه انه يقعد اكتر، وبيقولوا له انه ما ينفعش يتقابلوا مرة واحدة في السنة ولازم يتقابلوا اكتر من كده، وبينصحوه ان المفروض دلوقتي
يعيش حياته خصوصا بعد وفاة مراته، وإن ارتباط القوي بجي هيكرهها فيه. بس بيقاطعهم صوت زعيق من ترابيزة جنبهم، وبيكون نفس راجل العصابة بتاع الوشم. بس بارك ما بيكونش عاجبه الكلام ده وبيكون عاوز يتدخل، فالمدرب بيقنعه انهم ملهمش دعوة، وبيفكروا انهم حبة عواجيز لابسين نظارات. فهو هدي لما سمع الكلام ده، بس لما كان خارج راجل العصابة رمى عليه ازازة، فبارك مش بارد زي كيم وبنلاقيه بيلفله واداله ضربتين ورا بعض كسر عظم وشه، وبعدها بيكمل الضرب ببقية العصابة. ساعتها المدرب بيسأل كيم هو احنا مش المفروض نوقفه، بس ما بيلاقيش كيم جنبه اصلا، وبنلاقيه خرج بره المطعم. ساعتها بنلاقي ان واحد بيمسك طفايه وبيخبطها على راس بارك، فبيلفله بارك ولا كانه اتخدش اصلا، وبيقول له تعالى ليلتك سودا. ومش بيهدى الا لما بتيجي الشرطه، وبيقول لهم المدرب انهم يكهربوه لانه عارف انه فقد السيطره على نفسه. وتاني يوم في البيت عند كيم بيلاحظ تيشيرت نام، بس بتيجي جي وبتاخده بسرعه وبتروح للمدرسه وبتدور على نام عشان ترجع له التيشيرت. بس بتتفاجئ بيه بيقعد جنبها، وبيكون عارف ان هي اللي اعجبت بصورته، بيقول لها انه عاوز يبقى يكلمها على الرسائل بعد كده. وساعتها عصابة المتنمرين كانوا شايفينهم، بس لما بترجع على فصلها بيجولها البنات دول وبيعرفوها ان ري عايزاها. ولما بتروح لها البنات بيكتفوها، وبتفضل تضربها بالقلم وفي بطنها لانها بتقرب من نام، وبتتنمر عليها انها يتيمة الام. بس جي ساعتها بتكون جابت اخرها وبتزقها وبتروح تضربها هي والبنات اللي معاها. وبيكون كيم ساعتها في الشغل وبيرنوا عليه وبيعرفوه ايه اللي بنته عملته. بنعرف ان والد ري رجل اعمال غني عنده شركة كبيرة، وبيكون والد ري ساعتها في الساونا، وبنلاحظ ان في حرق على كتفه، وبنعرف ان هو اللي حرق نفسه علشان يشيل اثر وشم كان عنده، لان الوشم ده كان بيفكره بحاجات كتيرة وحشة عملها في الماضي، وقرر انه يسيبها علشان خاطر بنته. بس لما بيخرج من الساونا بتتصل بيه مراته وبتعرفه ايه اللي حصل لبنته، فبيقرر انه يروح لمدرسة بنته. وفي المدرسة بيكون الكل متجمع مستنيين وصول كيم، واول ما بيوصل بتقوم والدة ري وتزعله ان ازاي بنته تتجرأ وتمد ايديها على بنتها، وانه معرفش يربي بنته، فهو مش بيكون عارف يقول لها ايه وبيعتذر لها. فساعتها بنته بتعرفه انها ما غلطتش وهي اللي كانت بتضايقها، بس هو بيسكتها وبيركع على الارض عشان يعتذر لهم. فبنته ساعتها بتتصدم من تصرفاته وبتقوله انه ما عندوش كرامة، بس والد ري بيقوله انه هيقبل اعتذاره بشرط انه ينقلها من المدرسة. فمن غير تردد كيم بيوافق، وبعد ما بيمشوا من المدرسة بتكون جي مش طايقة والدها لانه مش مصدقها، وانه اتذلل ليهم علشان يسامحوها. وللاسف بتكون شايفاه واحد ضعيف خايف من واحد زي والد ري، متعرفش انه مصدقها، هو بس بيحاول انه يحميها. بس بعد كده بتعرفه انها مش هترجع معاه البيت النهارده، وهتروح تقعد عند صاحبتها، وبتحذره انه يتكلم معاها يا اما هتهرب ومش هيشوف وشها تاني. فهو بيحاول يقنعها انها ترجع معاه النهارده لان تاني يوم بيكون عيد ميلادها، فهي بتقوله انها ما بتحبش اليوم ده اصلا، لاننا بنعرف ان يوم عيد ميلادها بيكون هو نفس يوم وفاة والدتها. وبالليل كانت جي بتتمشى لوحدها في الشارع، بس بتلاقي نام بيبعت لها رسالة انه عايز يقابلها. ولما بتيجي الساعة 12 بيرن عليها والدها، بس بنتصدم لما بنلاقيها واقعة على الارض، بس هو بيفتكر انها مش عايزة ترد عليه. وتاني يوم الصبح بيكلم صاحبتها، بس بتقوله ان جي ما جاتلهاش، فبيبدأ يقلق وبيروح على المدرسة، بس مش بيلاقيها هناك برضه. ولما بيشوف نام بيعرف منه انه مش هو اللي بعتلها الرسايل، فبيطلع يجري يدور عليها. وساعتها بيشوف خطوات دم، وبيلاقي بعد دم كبيرة وتوكة للشعر جنبها، ودي نفس التوكة بتاعت ري. وللأسف الدنيا بتمطر، وبعد كده بتيجي ري مع واحد مجرم وبترتاح أول ما بتشوف الدم ما بقاش له أثر. بس بتتخض لما بتلاقي كيم وراهم وبيديها توكة الشعر بتاعتها، فالمجرم اللي معاها كان رايح يضربه، بس كيم بيتفادى الضربة بكل سهولة. فالمجرم بيتعصب وبيروح يقطع هدوم كيم، بس بيتصدم لما بيشوف جسمه واللي كان مليان جروح، واللي بتدل انه مش راجل عادي زي ما كانوا فاكرين. وبنكتشف ان ده عميل شمالي انشق عنهم وكوريا الجنوبية جندته، وبيكون خطير لدرجة ان الاستخبارات الجنوبية كانت خافية على ناس كتير قوي. وبنعرف انه شارك في عمليات اغتيال كبيرة، بس استقال عشان يحمي بنته. وبنرجع للحاضر والمجرم مصدوم، بس صدمته ما بتدومش كتير لان كيم بيضربه وبيكسر عظمه حرفيا، وقبل ما يقتله بيسأله سؤال واحد بس: فين بنتي؟ وبنكون هنا وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من المسلسل. ولو عجبتكم ما تنساش تحط اللايك وتشترك في القناة وتقولي رأيك في الكومنتات عشان نكمل بقية الحلقات.